السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده الرز بلبن، بس هنعمل رز بلبن بالنشا. أنا عملت معاكم قبل كده رز بلبن من غير نشا، هنعمل النهاردة مع بعض رز بلبن بالنشا. مقاديره سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. هنحط لكل كيلو لبن نص كوباية رز بس. هنا أنا حطيت 5 كوبايات مية، وهنا كوبايتين ونص مية، كوبايتين ونص رز غسلتهم كويس وحطيتهم. يبقى لكل كوباية مية نص كوباية رز، عشان احنا هنحط لبن ونزود ونربط الرز بلبن بالنشا. هنفضل نقلب على طول التقريب المستمر عشان الرز ما يكلكعش مننا وفي اثناء السوا زي ما انتوا شايفين كده. نقلب على طول زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما الرز يتشرب احنا بندي اللبن حبة حبة، يعني ممكن تدي اللبن على مرتين تلاتة كل ما يستوي معاكي وتدي لبن تاني. هنا انا حطيت بقية كمية اللبن زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو نقلب على طول. هنكمل بقى كل ما يحتاج لبن نزود، كل ما يحتاج لبن نزود لبن. بصوا انا بوريكم اللبن. الرز بلبن فيه خفيف خالص، اللبن كتير عشان احنا هنربط الرز باللبن بالنشا معانا النهارده. بص بس اهم شيء ايدك فيه على طول عشان ما يلزقش منك من تحت. هنا انا بوريكم هنشوف سوى الرز. اول ما سوى الرز يستوي معانا ما تحطيش السكر خالص غير لما الرز يستوي معاكي كويس. السكر بقى حسب الرغبة، يعني انا حطيت لل5 كيلو لبن معايا اللي انتوا شايفينهم دولت، حطيت لهم يعني كيلو ونص كوباية سكر. كيلو كامل ونص كوباية سكر كمان. ده مقادير مظبوطة جدا. لو انت عايزاه بقى مسكر عن كده زودي، عايزاه سكر خفيف عن كده قلي السكر. هنا خلاص هنحط جوز الهند. انا حطيت جوز الهند، اللي حابب يحط جوز الهند في قلبه. حطيت الجوز الهند. هنا بقى خلاص احنا اخر حاجة هنحطها النشا. هنحط هنا بقى انا حطيت 5 معالق كريم شانتيه و10 معالق نشا مسح، مش هرمية يعني النشا مساح. هنقلبها كويس في نص كيلو لبن كده. حطيت ال4.5 على الرز، والنص كيلو ركنته عشان ادوب فيه النشا بالكريم شانتيه. هندوبه كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وننزل بقى سرسوب على اللبن. بصوا انا بوريكم اللبن خفيف ازاي، يعني الرز هنا باللبن خفيف خالص. اللي هيربطه معانا النشا بالكريمه. الكريمه هتديله طعم حلو والنشا هتربطه. هنا بصوا انا نازله سرسوب وايد بالمضرب تقلب عشان النشا ما تكلكعش مننا. ايدك على طول تقلب فيه. هنا البخار بس معاكس في التصوير، ايدك تبقى مستمرة في التقليب خالص، ما تخليهاش تقف خالص عشان النشا اول ما بتنزل على النار ما تكتلش مني. هنا هو بص سمكه كده خلاص، بس هنسيبه بقى. لازم النشا تغلي معاكي عشان يبقى النشا استوت معاكي. لما تشوفي بقبقة على وش الحلة كده يبقى خلاص النشا استوى. هنا انا حطيت ظرفين نشا، ظرفين اسفة فانيليا. هنقلب بقى كويس، هنقلب كويس وهوريكم بقى الايه البقبقة بتاعت الرز بلبن. لما تشوفي البقبقة على وش الحلة تعرفي ان خلاص النشا استوت معاكي. لازم تخليها تبقبق كده عشان تبقى النشا استوت. تتأكدي ان النشا استوت معاكي. بص زي ما انت شايفه اهو. هحاول اقرب الكاميرا عشان تشوفيها. ما شفت البقبقة اللي على وش الرز، خلاص الرز كده تم معانا وهنغرفه بقى خلاص. بص كده خلاص، كده خلاص الرز استوى معانا وهنغرفه بقى خلاص. كده خلاص بقبق معانا اهوت وهنغرفه بقى خلاص. هنا بقى كل ما تيجي تغرفي طبق تقلبي الحلة كلها كده بالمغرفة بتاعتك. تغرفي وتقلبي، يعني تغرفي طبق وتقلبي عشان خاطر الرز كله يبقى في الاطباق كلها. هنا بقى انا بغرف اهو زي ما انتوا شايفين، واي حاجة على الحرف تمسحي بمنديل او فوطة مطبخ عشان الحرف ما ينشفش عليه اي رز بلبن. يعني بس انا بوريكم اهوت اي حاجة على اي طرف الطبق تمسحيها. هنا زي ما بوريكم مرة تانية وبنغرف سوا.
اللي وصل معايا لحد هنا يحط اللايك، واللي ما اشتركش في قناتي واول مرة يشوف القناة اتمنى يشترك معايا في القناة. هنا اهوت هغرب بقى بقية الكمية كلها وهنرجع مع بعض. انتي بقى لو حابة تحطي اي مكسرات بعد ما يبرد خالص معانا، انا غرفت الكمية كلها اهي. بعد ما يبرد معاكي تماما حطي بقى المكسرات اللي انتي عايزاها، يعني حابة تحطي جوز الهند، زبيب، فول، مكسرات، لوز، بندق، اي مكسرات انتي حابة تحطيها حطيها. هنا بعد ما برد اهو حطيت زبيب على وش جوز الهند، واللي سادة سادة، وكل واحد يحط المكسرات اللي على هواه واللي بيحبها. اتمنى الفيديو يعجبكم، اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.